بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا، عشان تشوف معانا كل جديد في اسعار العملات المصرية القديمة. كلام النهاردة عن جنيه 2005 ونص جنيه 2005 واسعارهم. وهنا انا هقولك على الحقيقة، عشان في ناس مفكرة ان الجنيه 2005 والنص جنيه 2005 غالي. انا هقولك دلوقتي الحقيقة، ده جنيه 2005 وده نص 2005، وده طبعا مغناطيس. ده مغناطيس. لو جبنا الجنيه 2005 كده طبعا ما بنجذبش للمغناطيس، طبعا ما بنجذبش. لو جبنا نص جنيه 2005 نفس النظام، ما بنجذبش للمغناطيس برضه. لو جبنا جنيه عادي اللي هو ما بعد 2005 اهو بيلقط المغناطيس. لو جبنا نص جنيه ما بعد 2005 بينجذب للمغناطيس اهو. طبعا جنيه 2005 ونص جنيه 2005 ما بنجذبوش اهو. يبقى كده بالنسبة للانجذاب للمغناطيس، لا ده بينجذب ولا ده بيلقط ولا ده بيلقط في المغناطيس. اي جنيه بعد 2005 كل ده بيلقط في المغناطيس. اي نص جنيه 2005 ده بيلقط في المغناطيس. نتكلم بقى عن سعرهم، عشان الناس مفكرة ان هو غالي. مفيش الكلام ده. نص جنيه سعره نص جنيه، والجنيه سعره جنيه. فانت ما تصدقش اي حد يقول لك ان جنيه 2005 غالي ونص جنيه 2005 غالي. مفيش الكلام ده. الجنيه بيساوي قيمته والنص جنيه بتساوي قيمته، بيساوي قيمته. في نسخة بقى من جنيه 2005 بتلقط في المغناطيس. احنا قلنا ان جنيه 2005 ما بيلقطش في المغناطيس اهو. في نسخة منه بتلقط في المغناطيس 2005. ده بيبقى بقى ايه؟ سعره اعلى من قيمته شوية. بيتباع ب 25 جنيه وب 30 جنيه. بيتباع ب 25 جنيه وب 30 جنيه اللي هو بيلقط هنا في المغناطيس. اللي هو بيلقط في المغناطيس ومكتوب عليه 2005. ده بيبقى سعره 25 جنيه و30 جنيه. اما نص جنيه 2005 مفيش منه نسخ بتلقط في المغناطيس، كله ما بيلقطش في المغناطيس اللي هو 2005. يبقى قلنا سعرهم الجنيه بيساوي قيمته والنص جنيه بيساوي قيمته. لا ده غالي ولا ده غالي. الغالي اللي هو بيتباع ب 25 جنيه اللي هو بيلقط في المغناطيس هنا 2005. زي ده كده زي اللي لقط ده 2005 لقط في المغناطيس. ده بيتباع ب 25 جنيه وب 30 جنيه. بيتباع ب 25 وب 30 جنيه. اما اللي ما بيلقطش ده سعره جنيه، والنص جنيه اللي ما بيلقطش ده سعره نص جنيه. متنساناش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.